ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض المكرونه بالبشاميل في البيت بالطريقه القديمه اللي هي كلنا بيعملها في بيوتنا. تابعوا معايا الفيديو للاخر. انا اسمي احمد المرغني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا بالمقادير. واول حاجه هحتاج كيلو من المكرونه البن اللي هي القلم. هسويها 3/4 تسويه في النار. اسيب الميه تغلي كده، واول ما تحس ان هي قربت تستوي هرفعها من على النار. بعد كده معايا 600 جرام من اللحمه المفرومه، ومعايا 2 بصلايه وسط. احط اللحمه المفرومه في اي بوله وانزل عليها ب3/4 كميه البصل، عشان لو مش محتاج الزياده يبقى خلاص تمام كده. لما جيت قلبتهم حسيت ان انا محتاج الباقي، رحت منزل البصلتين كلهم مع بعض. هفضل اقلبهم كده وانزل عليهم معلقه واحده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من جوز الطيب، ومعلقه واحده من الملح، واقلبهم كده واسيبهم مع بعض يشربوا التتبيله مع بعض. بعد كده هكون محضر طاسه فيها زبده، اسيب الزبده تسيح وانزل عليها باللحمه المفرومه، اقلبها كده مع بعض لحد ما اللحمه المفرومه كلها تستوي وتنزل الميه اللي فيها كلها. وزي ما انتم شايفين ده كده شكلها. بعد كده هجيب حله، هجيب معلقتين من الزبده وانزل عليها بكيس ونص من بشاميل كنور، وافضل اقلبهم كده مع بعض لحد ما يتحمروا. بعد كده هبدا انزل باللبن تدريجيا. انا استخدمت 2 كيلو لبن. هبدا انزل بكل نص لوحده عشان ما يتكتلش معايا. زي ما انتم شايفين كده واحده واحده بيبدا يفك معايا. هفضل اقلب فيه كده. وبعد ما قلبته كويس كده ده خلاص كده كان القوام اللي انا وصلت له، مكنتش محتاج اي لبن تاني. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين من الملح. حاولوا تظبطوا الملح يا جماعه، ما تزودوش الملح كتير عشان يبقى الملح متساوي على الصينيه كلها. ونزلت عليها بمعلقتين من الفلفل الاسمر ونص معلقه من جوز الطيب، وقلبته كده كويس، وكده البشاميل اللي معايا جاهز. بعد كده هجيب بوله وانزل فيها بنص كميه المكرونه، واحط عليها حوالي 3 كبشات او 4 كبشات من البشاميل. انا حطيت 3 وقلبت، قلت عشان ما يبقاش كتير. حسيت ان انا محتاج كمان، رحت حاطط واحده كمان عليهم وقلبتهم كده كويس. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتي وانزل عليها بمعلقه واحده من البشاميل كده، افردها كده كويس في كل الاجناب. وبعد كده ما قلبتها كده كويس نزلت بنص كميه المكرونه اللي كانت معايا. هبدا افردها في الصينيه. وبعد كده هنزل بكميه اللحمه المفرومه اللي معايا كلها، وابدا افردها واوزعها في كل الاجناب. بعد كده هديلها رشه جبنه الموتزاريلا. بعد كده هنزل بنص كميه المكرونه اللي فاضله التانية، وهنزل عليها بمعلقتين برضو من البشاميل 3 لحد ما تبقى مظبوطه، وهنزل عليها على اللحمه المفرومه. وكده شكل الصينيه معايا جاهز. بعد كده هنزل عليها بالبشاميل من على الوش. هفرد البشاميل كده كله من على الوش، وبعد كده هديلها جبنه موتزاريلا بقى من على الوش كده. هكون محضر الفرن على درجه حراره 180 حوالي ساعه الا ربع. وده كان شكلها لما خرجت. بجد كانت ريحتها تحفه جدا، مش قادر اوصف لكم. وده كده بعد ما قطعت السلايس بتاعها. استنى اوريها لكم من قريب بقى. ده كده كان شكلها. بجد كان شكلها تحفه بجد، وريحتها تجنن. والجبنه عطشه مطه فيها كده حلوه جدا. حاولوا تستخدموا نوع جبنه موتزاريلا كويس عشان يديلكوا طعمه حلو. ودي شدة الموتزاريلا كانت بتاخد قلبي من جوه، مش قادر اوصف لكم بصراحه كانت حلوه قد ايه. بس كده، لو بتتفرجوا لحد هنا احب اقول لكم شكرا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. رمضان كريم عليكم. سلام.